مساء الفل والجمال. بصوا بقى، لحمة مفرومة جميلة جوسي، تدخل في حشوات كتيرة قوي، تدخل في تجهيزات رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. هتبقى بصوا بطريقة بسيطة ولذيذة وطعمها كان رهيب، وهي حاجة من أبسط ما يكون، ولا بقى حاجات خزعبلية ولا حاجات صعبة. لحمة مفرومة، بس أهم حاجة يكون فيها نسبة يعني دهون كده عشان تبقى جوسي معانا وطرية مش ناشفة. والبصل احنا قطعناه كده مكعبات صغيرة خالص على أساس يبقى له طعم. والجزر جزراية هتدي طعم جميل. وبعد كده حطينا، أنا بحط سمن وزيت، بيدي طعم حلو قوي الاتنين على بعض. لو حابة تعمليها بحاجة منهم واحدة بس، سمنة أو زيت اعمليها، بس الاتنين هيدوكي طعم جميل. وبعد كده خلينا السمن والزيت يسيحوا ويسخنوا شوية، ما يسخنش قوي عشان لما هيسخن قوي وهتنزلي بالبصل هتلاقي فيه يعني ايه حاجات خدت صدمة كده فاتحرقت معاكي. فخليه يسخن شوية وبعد كده هتنزلي بالبصل. بصوا، احنا بقطع البصل يعني مش اللي هو مبشور ولا اللي هو كبير، لا يعني مكعبات صغيرة خالص كده، على اساس ان هي هتديكي طعم حلو. يعني هتلاقيها بتديكي طعم حلو قوي، وهو اصلا البصل بيديكي تسكيرة كده حلوة قوي. هما بص يعني نص كيلو لحمة مفرومة، عملت عليهم 3 بصلات كده، البصل بيدي طعم رهيب. بس وبعد كده هما كانوا 3 بصلات متوسطين، او لو بصل كبير مثلا بصلتين كبار. وبعد كده يدوب شوحناهم، يدوب دبل معانا، دبل معانا، وما مش اللي هو خلاص يعني ولا هنحمره، ولا اللي هو اول ما هننزل اللحمة المفرومة عليه، لا بيدبل معانا وبعد كده بنروح ننزل اللحمة المفرومة. وهي كانت سايحة اوريدي بس مش سايحة يعني خالص. وبعد كده رحت فككتها زي ما انتوا شايفين كده، هي ما كانتش صعبة يعني يعني مش متجمدة، فيدوب فككتها كده بالمعلقة عادي جدا. ما باحطش عليها أي حاجة في الوقت ده، لإن لو حطيتِ ملح في وقت زي كده هتنزّل كل المَيّة اللي فيها ومش هتبقى حلوة. لكن بُصّوا أهو، خدت صدمة من جنب والجنب التاني، نقلّبها بحيث إن هي كلّها تبقى لون واحد، ما بتحطيش أي توابل في المرحلة دي. لمّا بُصّي تبقى كلّها واخدة اللون اللي أنتم شايفينه ده، هنا بقى تبدئي تحطي عادي التوابل. لكن في الأول وهي حمرا كده لأ، ما تحطيش أي توابل عليها. بس وبعد كده هنسيبها بقى يعني اللي هو ثانية كده، خلاص اتأكدنا إن كلها خدت نفس اللون معانا، وأهي شكلها ما شاء الله جميل. يالّا نحط لايك بقى ما تنسوش. بُصّوا بقى هنبدأ نحط التوابل، ده فلفل أسود، نُص معلقة فلفل أسود، نُص معلقة صغيرة، وبُصّوا رشة قرفة، أنا حطيت رشة قرفة يا دوب حاجة ربع معلقة، حاجة كده على طرف المعلقة بسيطة، وحطيت الملح طبعًا على حسب ذوقِك، وحطيت مكعب مرق، هيدّينا تطعيمة حلوة، يعني المرقة هتدّيها طعم حلو كده لذيذ، مش هتغيّر طعمها خالص ما تقلقيش. وسِنّة القرفة برضه بتدّي طعم حلو، بس اللي ما بيحبهاش يستغنى عنها، بس طبعًا الحاجتين الأساسيين معانا أو ال3 حاجات الأساسيين معانا الملح والفلفل والمرقة. بس أنا هنا باكسّر كنت المرقة، المكعب بتاع المرقة كنت باكسّره. بُصّوا، كان عندي صلصة، اللي هي الصلصة اللي هي بتاعة الطماطم مش الصلصة العلب، صلصة الطماطم حطيت عليها معلقتين، معلقتين من اللي هُم بتوع الأكل، هيدّونا طعم لذيذ وهيدّونا يعني لون كده لذيذ برضه حلو. إحنا بُصّوا بقى الجزر، دي جزرة، الجزر هيودّيها في حتّة تاني بقى خالص، رهيب الجزر مع العصاج، حلو جدًا.
وفي أي حشوة بقى هيبقى رهيب معاكِ. وبُصّوا كمان ممكن إن أنتم بنفس النظام كده وخلاص بعد ما استوت وكل حاجة وتمام، عايزة تخزّنيها هتخزّنيها بمنتهى البساطة، ولا ريحتها هتغيّر ولا طعمها هيغيّر ولا أي حاجة. هتطلّعيها بقى هتعمليها للسمبوسة، للكريب، أي حاجة، أي حاجة معاكِ. بُصّوا هو الحلو بقى إن استخدام اللحمة المفرومة كتير أفكاره رهيبة، أفكاره ما لهاش وصف ولا عد. بُصّوا كده خلاص كانت استوت بقى معانا، هي ما بتاخدش وقت، خدت 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وأنا بانقلها بقى في الطبق على أساس إن إحنا خلاص هي الطاسة اللي بنعمل فيها بتبقى طبعًا سخنة، فأنا مش عايزة أدّيها سوا أكتر من كده. حطينا بقى نزّلنا العصاج كلّه يعني هو النُص كيلو بيدّيكِ كمية حلوة. مع البصل والحاجات دي، بابقى عايزة برضه تحطّي فلفل ألوان، فلفل حراق، أي حاجة أنتِ عايزة تحطّي طماطم، حطّي أي حاجة تخطر على بالِك. يالّا بقى حبايبي ادعموني ولايك وشير واعملوا سبسكرايب للقناة وفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.